امبارح اوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك وصل القاهره. النهارده هيتفرج على ماتش الزمالك وحرس الحدود، ومن اول بكره ان شاء الله يوم الجمعه هيقود مران نادي الزمالك ويبدا في اجراءات وظيفته رسميا. اوسوريو هو مدير فني عالمي، وطالبنا ان احنا محتاجين مدير فني عالمي لنادي الزمالك، ودي اول اجراءات تصحيح نادي الزمالك، لكن في مجموعه من الاجراءات الثانيه ضروري جدا لازم نشتغل عليها عشان الزمالك يعود تاني. زي ايه؟ في مجموعه من اللاعبين لابسين تيشيرت نادي الزمالك لا يستحقوا انهم يلعبوا في نادي الزمالك، دول لازم يمشوا، ولازم نتعاقد مع مجموعه من اللاعبين العالميين الاكفاء اللي يقدروا يشيلوا ويلبسوا تيشيرت الزمالك، يقدروا يحسوا بقيمته. لازم مرتضى منصور يخفف من التصريحات العنفوانيه والتصريحات اللي بعد فيها الكل، اهدى شويه يا مرتضى منصور. محتاجين برضو مدير كره عالمي في نادي الزمالك يقدر يلم الفريق ويقدر يقفل على الفريق، لان اخبار نادي الزمالك واخبار لعيبه نادي الزمالك والاخبار اوضه اللبس كلها بره، وده مش مقبول ابدا. لازم مدير كوره يلم الامور شويه ويهدي اللعب شويه.